بيبدأ الفيلم بشخص غريب واقف في أوضة على شكل مكعب، والأوضة دي فيها 4 بيبان تانيين. الشخص ده بيختار واحد من البيبان ويدخله، وأول ما يدخل الغرفة التانية بتطلع خراطيم ترش عليه سائل غريب. طبعا بيخاف جدا وبيفضل يصرخ لأنه مش فاهم إيه اللي بيحصل، لكن بعد شوية بيطمن لما يكتشف إن السائل ده مجرد مية، فبيقعد يشرب منها بجنون لأنه عطشان جدا، بس للأسف بيطلع غلطان، والسائل ده بيكون حمض بيبدأ ياكل جلده من بره ومن جوه، وبيموت موتة بشعة ومؤلمة جدا. الفكرة هنا إن في 2 من موظفين التشغيل كانوا قاعدين بيتفرجوا على اللي بيحصله ده من خلال الكاميرات، وما كانش فارق معاهم أي حاجة، لأن وظيفتهم ببساطة هي إنهم يحركوا غرف المكعب ويراقبوا الناس وهم بيموتوا جواه. واحد فيهم اسمه وان، وده أبو نضارة كده، والتاني اسمه دود، وكان معاهم كمان موظفين تانيين، أوين وتشيكس، وهنفهم أكتر عنهم بعد شوية. حاليا وان كان قاعد بيرسم صاحبه دود، وهو لابسه ستايل سوبرمان كده، وبيسأله عن أوين، فدود بيرد إنه احتمال يكون تعبان وما جاش الشغل، بس وان بيقول له إنه سمع خناقة جاية من أوضته امبارح وقلق عليه. دود بيحاول يطمنه وبيقول له أنت كنت بتحلم. وفجأة بيجي صوت الأسانسير، فبيروحوا يستقبلوا الوجبات اللي بتيجي على شكل كبسولات فيها كل الأكل والشرب اللي بيحبوه. كل واحد بياخد الكبسولة بتاعته وبيولعها كده ويفتحها، لكن دود بياخد باله إن في كارت جاي مع الأكل مكتوب فيه إنهم لازم يصحوا البنت اللي في الغرفة رقم 1724 09، فبيرجعوا بسرعة للأجهزة، وبالفعل بيوصلوا للبنت اللي نايمة في الغرفة دي. وان أول ما بيشوفها بيحس إنه شافها قبل كده، وبيبدأ يقرأ الشرائح اللي مزروعة في مخها واللي بتخليه يقدر يشوف أحلامها. فبيبدأ يشوفها وهي تحت العملية والدكتور بيزرع لها الشرايح في دماغها، وفجأة بتبدأ تتخيل إن بنتها مربوطة جنبها على السرير وبتصرخ. وبعد كده بتشوف حلم تاني وهي بتلعب مع بنتها في الغابة، وراجل غريب بيهجم عليهم ويضربها بسهم مخدر، وبيقبض عليها وهي لسه فايقة، فبتشيل الماسك اللي على وشه وبتلاحظ إن له علامة غريبة على عضو الذكري وعيونه خضرة، وبعدها بيغمى عليها. بعد ما الحلم بيخلص، وان بيتخض من اللي شافه وبيسأل دود انت فاكر آخر مرة خرجت فيها من المكان ده؟ ودود بيرد والله ما فاكر. وان بيقول له إن في حاجة مش طبيعية بتحصل. دود وقتها بيزعق له وبيفكره بصورة أطفال تشيكس، وبيقول له أبوهم مات بسبب الفضول، خلي بالك. فوان بيزعل، بس فضوله بيزيد، وبيقعد يراقب البنت اللي في الغرفة. البنت دي بتفوق وبتبدأ تزعق لأنها مش فاكرة حاجة، وبتفضل تسأل عن بنتها. الغريب إنها حتى مش فاكرة اسمها. بتحاول تخرج من الغرفة وبتدخل الغرفة التانية، وبتلاقي فيها ناس تانيين زيها. واحد منهم بيمسكها وبيفتكرها من اللي بيشتغلوا في المكعب، لكنها لما بتشرح له بيفهم إنها زيهم وبيسيبها. اسمها رينز، والشخص اللي مسكها اسمه هاسكل. رينز أول ما بتشوفه بتتجنن، لأنه عنده نفس العلامة اللي شافتها على الراجل اللي خطفها، فبتشتمه وبتدفه، لكنها بعد كده بتكتشف إنه مش فاكر حاجة هو كمان، والناس اللي معاه بيطمنوها إنهم في نفس وضعها. هاسكل بيقول لها إنهم بيحاولوا يمشوا في اتجاه واحد يمكن يلاقوا المخرج، وبتقرر تكمل معاهم. واحد فيهم اسمه بارتوك بيجرب جزمة في غرفة عشان يشوف لو فيها فخاخ ولا لأ، ولما ما يحصلش حاجة بينزل، بس أول ما يدخل الباب بيتقفل وخيوط بتطلع من الحيطان وتقطعه حتت، فبينصدموا وبيعرفوا إن الغرفة دي كانت مفخخة. بيرجعوا تاني وبيلاحظوا إن في رموز ورا كل باب مش فاهمين معناها. رينز بتقترح إنها تبقى شايفرة، وبتبدأ تكتب الرموز على التيشيرت بتاعها، وبتحول الحروف لأرقام حسب ترتيبها الأبجدي، وبتفهم إنهم جوا مكعب فيه 26 غرفة على كل جنب. في نفس الوقت وان والدود كانوا بيتابعوا كل ده. وان بيبدأ يشك أكتر وبيسأل دود عن مخرج ثالث، وبيقول له إن أوين قال إنه موجود، وتشيكس كان عنده خرائط وده سبب اختفائه. دود بيزعق له ويقول له يركز في شغله، لكن وان بيرجع يرسم وبيعمل رسمة لرينز وبنتها. وان بيروح يشوف ملف رينز وبيتفاجئ إنه مش لاقي ورقة الموافقة على وجودها، وده معناه إنها مش مفروض تكون في المكعب، وبيقول للدود إن ممكن تكون بريئة، لكن دود بيرفض يسمع، وبيقول له كل اللي جوه المكعب مجرمين، وبيضربه
لما يصر على كلامه. وفجأة بيجي لهم اتصال إن في شخص وصل للمخرج، وبيبدأوا يجهزوا. ولما بيشوفوا الكاميرات بيلاقوا إن الشخص ده هو أوين اللي كان صاحبه. أوين بيكون تعبان جدا، وأول ما يدخل المخرج بتربطه سلاسل. ودود بيكلمه بصوت مش واضح وبيسأله عن اسمه، فبيقول أوين. بعد كده بيسأله لو هو مؤمن، فأوين بيقول لأ. دود بيطلب من وان يدوس على زر لأ، ووان بيخاف، بس دود بيضغط عليه. ولما بيدوس نار بتطلع من تحت أوين وبتقتله. وان بيتصدم وبيقول له ده واحد مننا، لكن دود بيرد هو مجرم برضه. وان بيسأله ولو قال نعم كان هيحصله إيه؟ فدود بيقول له معرفش، محدش قال نعم قبل كده. بعدها وان بياخد ورقة التأكيد وبيتهور، وبيقرر يركب الأسانسير بنفسه عشان يواجه المسؤولين. لكن الأسانسير بينزلوا في غرفة من غرف المكعب، وبيمشي لحد ما بيوصل للرينز وهاسكل، وبيقول لهم إنه جاي يساعدهم لأنه شغال في النظام، وبيعرفهم إن المكعب فيه غرفتين فيهم حرف زد هما اللي بيتحركوا، وفيهم المخرج. لكن في كمان مخرج سري. في الوقت ده جاكس المسؤول الكبير بيوصل لغرفة التشغيل مع 2 من مساعدينه، وبيطلب يحددوا مكان وان، بس مش عارفين لأنه ما عندوش شريحة في دماغه. جاكس بيدي أوامر للدود ينفذوا إجراء معين على مجموعة الرينز. في المكعب واحدة من المجموعة بتدخل غرفة فيها حرف زد، لكن الباب بيتقفل والغرفة بتتحرك، ودود بيستغل الفرصة ويخدرها بإبرة. لما الباقيين بيكتشفوا إن البنت اختفت بيخافوا، وهاسكل بيقول لازم نكمل من غيرها. بعد كده بيلاقوا جثة قديمة، وهاسكل بياخد الجزمة بتاعتها عشان يكشف بيها عن الفخاخ. لكن رينز بتقوله إنه صداعه بسبب الشريحة اللي في دماغه، زي الجنود اللي بيطاردوهم. هو بيتريق عليها. فجأة بيلاقوا الغرفة اللي فيها البنت المختفية، ولما بيفتحوها بيلاقوا وشها متآكل وبتقول إنها عايزة دكتور، وهولد بيزقها من الخوف فتموت، وبيزعل جدا، بس بيقول لهم إنها جرحتني. فهاسكل بيطلب يشوف دراعه وبيلاقي فيه جرح كبير، فبيقول لازم نسبه. لكن هولد بيترجاهم ياخدوه، فهاسكل بيوافق ويخليه هو اللي يكشف عن الفخاخ. هولد بيفتح غرفة فيها دم وهدوم، وهاسكل بيزقه جواها، ولما يدخل بيتفجر من ترددات صوت. هنا رينز بتتخانق مع هاسكل، لكنه بيقول لها ده لمصلحتنا. في اللحظة دي وان بيوصل لهم وبيقول لهم الحقيقة، وبيحاول يقنعهم إنه مش موافق على اللي بيحصل. رينز بتتعصب، لكنه بيقول لها أنا شفت رسمة لبنتك اسمها أنا، فبتتأثر جدا وبتبدأ تصدقه. جاكس لما بيشوف كل ده بيأمر بمسح كل الحروف على الغرف عشان يعطلهم، ووان بيضطر يكشف عن الفخاخ بنفسه. فجأة النظام كله بيقف، وده بسبب دود اللي عطله بنفسه. دود كمان بيقطع باقي الأسلاك وبيعمل إعادة تشغيل للنظام، فبتتفتح كل الأبواب وبيتعطل كل الفخاخ. وان بيفرح وبيقول لرينز وهاسكل إنهم عندهم 10 دقايق يخرجوا قبل ما يحصل مسح شامل ويشويهم كلهم. بيبدأوا يتحركوا بسرعة. جاكس بيكتشف إن النظام تعطل، فشاكس بيشك في دود وبيهدده، بس دود بينكر. في الوقت ده بيستخدموا الشريحة اللي في دماغ هاسكل عشان يسيطروا عليه، وعينيه بتتحول أخضر وبيهاجم على رينز وبيخنقها، لكن وان بيحاول ينقذها. وفي الآخر رينز هي اللي بتضرب هاسكل وبيموت. بيكملوا طريقهم وبيوصلوا لغرفة المخرج، ووان بيتصدم لما بيشوف جثة تشيكس، لكنه ما بيضيعش وقت وبيطلب من رينز تنط في المخرج. بس فجأة هاسكل بيظهر تاني ويمسك وان، ورينز بتزقه وبتقتله. بيخرجوا من المكعب عن طريق المية وبيجروا في الغابة، لكن الناس بيضربهم بسهم مخدر، ووان بيتصاب وبيطلب منها تهرب، وهي بتعيط بس بتهرب. وان بيتقبض عليه وبيفوق في غرفة طبية، وجاكس واقف قدامه وبيقول له أنت متهم بالخيانة والتخريب، وبيحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع تعديلات في مخه، وبيقول له دي الورقة اللي وافقت بيها وده توقيعك. وان بيصرخ وبيقول له اقتلوني، وبيسأله عن رينز، فجاكس ملامحه بتتغير وبيقول له ملكش دعوة. وساعتها وان بيفرح وبيضحك لأنه فهم إنها هربت بسلام. آخر مشهد بيبدأ الدكتور عملية تعديل في عقل وان وبيرجع للمكعب، بس للأسف بيكون متخلف عقليا وبيتعمل عليه تجارب تانية. لكن بسبب تضحيته رينز بتتهرب وبتوصل لبنتها. لكن يا صديقي، مصير وان الحقيقي لسه مجهول، وهل هيموت ولا في أمل تاني؟
ده اللي هنشوفه في الجزء التاني من سلسلة المكعب الغامض. ولحد هنا بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.